وده بقى الفطار المصري الأصيل، أحلى وأخف فطار في الوطن العربي كله، وديت الأكلة الشعبية المصرية التراثية اللي كلنا بنحبها وبنموت فيها. وفعلا مفيش أحسن من إن أنت تصحى الصبح بدري عشان تروح مكان مميز بيعمل شوية فول معمولين كما يجب أن يكونوا، ويا سلام بقى على قرص الطعمية وشكله وريحته كده اللي هيرجعك 40 سنة، والطعمية الصغيرة المقرمشة الجميلة دي اللي كلنا بنحبها ونموت فيها. وديت بقى البطاطس الجمبري اللي بيقولوا عليها جمبري الغلابة، والبطاطس ديت بيجولها من كل حتة، وكمان بيجولها من السعودية وكمان الإمارات. البطاطس ديت لو مجربتهاش فعلا انت فايتك كتير. وديت بقى اشهر عربية فول موجودة في مصر الجديدة كلها، عربية ناصر الفيومي، الناس كلها بتروح تجرب الاكل من عندهم. وديت اشهر عربية فول موجودة في مصر الجديدة كلها، وكل اهل مصر الجديدة بيروحوا ياكلوا من عندهم، عشان كده كان لازم اجرب الفول من عند ناصر الفيومي، وطلبت من عندهم شوية حاجات بسيطة. وتعالوا بقى نبتدي جولتنا بالصلاة على سيدنا النبي. واول حاجة ابدا بيها الفول بالزيت الحار، وبصراحة كان متوسط، اما بقى بقية الاطباق فكانت متوسط او اقل من متوسط شوية. وهي التجربة في العموم كانت حلوة ولذيذة، فانت هتروح مش هتتضايق خالص. بس في احسن من كده، في احسن كتير. طبعا قبل ما اقفل كان لازم اعمل لكم بقى سندوتش الاحلام واسميها لقمة اسلام، ودوت احلى سندوتش بحب اعمله. ولو انتوا تعرفوا عربيات فول في منطقتكم بتعمل فول حلو، يا ريت تقولوا لي وتكتبوا لي في الكومنتات نروح نجربها. كنت معاكم اسلام صبري.